انا ما كانش فارق معايا الماتش، ما فرقش معايا الماتش غير لما شفنا شويه الرمامه اللي قاعدين في المدرجات. عشان كده دم محروق والله العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل في المحترفين او العاله اللي بيلعبوا في منتخب مصر. الاعتزال الدولي بيتصل بيك يا صلاح، ممكن ترد؟ عشان انا كرهت المحترفين خلاص. انا مش عايز محترفين في منتخب مصر، مش عايز محترفين. طلعت قلت لك والبطوله شغاله، محدش جايب منتخب مصر ورا غير المحترفين. اصل ده بيلعب في الليفر، اصل ده بيلعب في السيتي، اصل دوت صاحب هالاند، اصل دوت مش عارف ايه. قسما بالله قرفنا وزهقنا وبجد حاجه تحرق الدم. دخلين لي 2 محترفين يشوطوا في الاول علشان هما اللي المفروض خبرات وهما اللي المفروض ما يخافوش، هما الاتنين اللي خسروه. شمتوا فينا شويه ناس رخاص ما لهمش لازمه كانوا موجودين في الاستاد، ناس اقل من ان الواحد يتكلم عليهم نص كلمه اصلا، والله ناس اقل من ان احنا نتكلم عليهم. ما كانش فارق معايا الماتش اصلا، انا بقيت بحزق كده وعايز نكسب الماتش ده بسبب الرمم اللي كانوا موجودين في الاستاد. لكن انتوا مصممين تحرقوا لنا دمنا، مصممين تخلونا نطلع من الهدوم اللي احنا لابسينها، صغرونا كده قدام الناس، وعايز نكسب بس علشان الناس اللي موجوده وعلشان اسمه منتخب مصر اللي مش حابب ان حد يشمت فيه. ان انا اكيد مش هكون مبسوط ان في ناس شمتانه في بلدي، كنت حابب نمشي من هناك واحنا جايبينهم على الفاضي. بجد حرام والله العظيم، حرام والله العظيم. قرفت اقسم بالله. بطوله خلصت بأزبل يعني نهايه من صلاح ومرموش. يعني انا بالنسبه لي مصطفى شوبير عمل اللي عليه النهارده، اللعيبه كلها عملت اللي عليها الا مصطفى محمد وصلاح ومرموش واللي اسمهم محترفين ربع محترفين كلكم على بعض 3/4. يا صلاح انت ما غلطتش لما قلت ان انتوا بقيتوا 3/4 محترفين ومالكوش لازمه وما بتفيدوش المنتخب بحاجه ووجودكم عالة على المنتخب، واللي هيقول غير كده يبقى ملوش لازمه وكذاب. والله العظيم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم واحد.